أنا آسف يا فندم، يعني أدي لقطات بس حابب ننوه عنها إلى الطلبة الموجودين أعلى بعض المباني الخاصة بجامعة الأزهر. حابين بس نقول إن في بيفصل ما بين مباني الطلبة ومباني الطالبات سور، إحنا كنا لسه ناقلينه لحضراتكم الآن. تتمركز عند هذا السور الفاصل قوات الشرطة. الطلبة اللي في الجانب الآخر الخاص بمباني الولاد أو البنين واقفين أعلى الأسطح بيلقوا الطوب على قوات الامن المتواجده داخل فرع البنات، لكن الطلبه هم داخل فرع البنين. خلونا نروح لكريم رجب نفهم منه بالظبط ايه اللي بيحصل. كريم اهلا بيك. اهلا بك عمرو مره اخرى. طيب. يعني الان تتواجد قوات الامن بالقرب من السور الذي يفصل بين جامعه الازهر فرع البنات وكذلك المدينه الطلابيه للبنين بجامعه الازهر. هناك بعض الطلاب ما زالوا يعتلون بعض اسطح المباني او المنشات الخاصه بالمدينه الطلابيه للبنين، ويقومون برشق قوات الامن التي تتمركز على بعد يعني عده امتار من هذا السور، ويقومون برشق قوات الامن بالحجاره، الامر الذي يؤدي الى قيام قوات الامن برد عليهم بالقنابل المسيله. قوات الامن يا كريم داخل مبنى البنات. بالفعل قوات الامن تتمركز داخل جامعه الازهر فرع البنات، والسور الذي يفصل هناك سور يفصل بين جامعه الازهر فرع البنات وكذلك المدينه الطلابيه للبنين بجامعه الازهر. طب لا يستطيع الدخول يا كريم الى هؤلاء الطلبه، لا يستطيعوا عبور هذا السور. يعني منذ الصباح قاموا بتكسير بعض الاجزاء داخل في هذا السور ويتسللوا الى داخل جامعه الازهر فرع البنات، الامر الذي يعني في محاوله لتعطيل الامتحانات داخل جامعه الازهر فرع البنات، الامر الذي ادى الى استدعاء قوات الامن للتعامل مع هؤلاء الطلاب ومنعهم من دخول المبنى مره. كان هناك منذ قليل عدد من الطلاب يعني تسلل الى من خلال هذه الفتحات او الثغرات التي يعني احدثوها في هذا السور الى داخل جامعه الازهر فرع البنات، وحاولوا واشتبكوا مع قوات الامن، لان قوات الامن فرقتهم وعادوا مره اخرى الى يعني داخل اسوار المدينه الطلابيه للبنين. لكن هناك البعض الاخر من الطلاب ما زال يعتلي اسطح المباني والمنشات الخاصه بالمدينه الطلابيه، وهم الان يقومون برشق قوات الامن بالحجاره. ايضا منذ قليل كان هناك عدد من الطالبات داخل جامعه الازهر فرع البنات، يعني اعداد قليله جدا قاموا بتنظيم مسيره داخل الجامعه، لم تتعامل مع قوات الامن وتركتهم لان اعدادهم كانت قليله، وكانوا يرددون بعض الهتافات المنوئه الشرطه وكذلك للفريق اول عبد الفتاح السيسي، لان قوات الامن رفضت التعامل معهم، وهذه المسيره يعني انفضت يعني من نفسها. والان يعني تتمركز قوات الامن وهناك يعني هدوء حادث بعض الشيء، وبين حين والاخر يتم اطلاق القنابل المسيله للدموع للرد على هؤلاء الطلاب الذين يعتلون اسطح المنشات في المدينه الطلابيه للبنات. ايضا يتواجد هنا يعني الدكتور ابراهيم الهدهد نائب رئيس جامعه الازهر بجوار القيادات الامنيه للاطمئنان على عمليه سير الامتحانات داخل جامعه الازهر فرع البنات، والذي اكد ان عمليه الامتحانات تسري بشكل طبيعي ولا يوجد يعني اي شيء ونفى جميع الاخبار التي ترددت عن الغاء الامتحانات داخل جامعه الازهر سواء فرع البنين او البنات، وقال ان الامتحانات ستجرى في مواعيدها المحدده، وايضا انه ليس هناك حديث او نيه لالغاء الامتحانات، وان الامتحانات ستجرى في مواعيدها المحدده، وبالتالي هو الان يطمئن على عمليه الامتحانات داخل جامعه الازهر فرع البنات. اشكرك يا كريم، شكرا جزيلا. كريم رجب مراسل CBC من داخل جامعه الازهر، يعني كما